ولذلك أستسمح في أن أقول كلمة هنا. أرجوك. هل تسمح بها؟ أرجوك. من كل قلبي أطالب الأمة الإسلامية أن تخاطب الناس بدينها، أن تخاطبهم بما أنزل الله، تخاطب المتجبرين بما أنزل الله حتى لا يظلم الدين معهم. لقد ظلموا أنفسهم وظلموا دينهم، ولهذا الدين نفاذ إلى القلوب في الوقت الذي تراه أنت. ترى في بلادهم من يسلم ويكون أقوى إسلاما من أبناء المسلمين أنفسهم. لا لشيء، إن هذا الإسلام لا يحتاج لتكلف ولا يحتاج أن نتكلف، إنما يحتاج إلى الصدق. هل أستطيع أن أطالب المسلمين في مثل سني وأقول هذه الكلمة دائما؟ أنا سني الآن ماشي في 76 وكثير من وصلوا 76. ألا يخافون أن غدا قد يطلبون إلى الحفرة؟ لماذا لا نخاطب الجميع بديننا؟ لماذا نخاطب هؤلاء بما قال الله ونسكت عن الكلام بأهوائنا وشهواتنا وسياساتنا الرعناء في معظم بلادنا؟ أما يكفينا أن هذا الكتاب حفظ من أجلنا وللإنسانية كلها؟ ألا نستحق أن تعاتبنا الإنسانية جميعا بين يدي الله لأننا فرطنا في تبليغ كلام الله لهم؟ كل اللي فعله الرسول مع موفد قريش أن ترى القرآن لم يقل قليلا ولا كثيرا، إنما قال تسمع مني؟ قال أسمع. قام فوضع يده على فمه. أنصل إلى أن ديننا وأن يتهم ونحن أحياء. أنا لا أقول أبدا برعونة أصحاب الرعونة، ولا أقول أبدا بالعنترية الكاذبة الفارغة التي رأيناها عند البعض حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه. إنما أطلب بالحكمة أن نبلغ ديننا، بالتآلف أن نبلغ ديننا، بالاعتصام بحبل الله أن نبلغ ديننا، أن نرى فيما بيننا رحماء حتى نطلب الرحمة من غيرنا، أن ينتهي من حياتنا التجبر الذي وصل بنا إلى أن كل إنسان خايف من مصير معين. أنا قلت كلمة من قبل: من قال في الدنيا متى استعبدتم الناس؟ لماذا يستعبد بعضنا بعضا؟ أين مقدراتنا نحن المسلمين؟ أين تذهب؟ أين ما أعطانا الله من نعم؟ هل نخضعها للهوى أم لنصرة دين الله؟ أنا أقول هذا بمناسبة ما رأيناه من رسول الله. لم يقل كلمة عن نسبه، لم يقل كلمة عن أهله عن قبيلته، لم يقل أنا بل سمعهم ما جاءه من عند الله. لماذا نحن لا نفعل ذلك؟ لماذا نحن نتدارى بديننا ونظن بأننا بهذا نرضي العدو؟ العدو بيسلم من حيث لا ندري نحن. العدو يسلم ودياره كل ورقة في بلادهم بيعت لأن فيها الإسلام. الإسلام شمس لا تغيب إن بارحت رؤوس قوم أنارت عند آخرين. الإسلام هو دين عيسى وموسى ومحمد ورسل الأنبياء جميعا. فلماذا هذه المجاملة الفارغة الساقطة التي تجعلنا نظن أننا نحمي أنفسنا بالسكوت عن تبليغ ديننا؟ أرجو الله أن نفعل كما فعل رسول الله في مولده هذا. قال لقريش اسمعوا مني، نقول للناس اسمعوا مني. أود والله العظيم أن أرى إنسانا ذو مكانة يقول أسلم لأن موسى مسلم، ولا أقول لك لكي أجعل عصابة. أنا إن أخطأت قل لي أخطأت بميزان. أما أن يذبح الأطفال والنساء وكذا وكذا، وفي كل يوم يطلع قرارات لا نفهم لها معنى، ويطلع مفاهيم نخضع الرأس لها لحساب من هذا؟ ألا سنعود جميعا إلى الله. أرجو الله أن يعيننا على تقواه.